في كلاينت بيختار السلزجي اللي مريش عشان ده باع قبل كده كتير، ففي ناس قبله وثقت فيه فهو يروح له هو. يعني هو في ممكن حد اونر جديد عايز يتملك واحده، يخش الشركه ينقي بعينه مين اللي هيتكلم معاه، او يطلب ريكويست من السكرتاريه يقول انا عايز اشطر سيلز هنا، عايز مدير المبيعات، عايز اكس، عايز احسن تيم جايب ارباح، عشان يتعامل مع حد باع قبل كده. فيقعد يبص عليه، جزمته، ساعته، لابس سلسله شكلها ايه، شعره عامل ازاي، مدهول ولا لا. لان لو مدهول يبقى ده هيقرفني، مش خبره، ما عندوش اكسبيرينس كبيره، ما باعش الناس اغنياء قبل كده، فلا انا عايز اخد اللي شبهي. فهل ده جزء برضو صح من الاونر ان هو او المالك الجديد او المشتري يختار بناء عليه السلزجي، سواء ولد او بنت طبعا؟ بص اقول لك على حاجه، هو المظهر مطلوب طبعا. انت كسيلز لازم يكون مظهرك شيك، لازم تكون مشرف، مش بس عشان خاطر العميل هيخش يختارك من ضمن الناس مين اشيك واحد. يعني ما بغض النظر عن النقطه دي خالص، لا هي بص يعني من وجهه نظري الموضوع مش كده، بس نقدر نقول انت المفروض تكون واجهه مشرفه للشركه اللي انت بتتكلم عنها. ما ينفعش ان العميل يخش يحس انك مش شبهه، وما ينفعش يخش يحس انك اقل منه. ده بيبصوا على العربيات يا رامي، بيبصوا طبعا، بس عايز اقول لك بيشوفك على حاجه. راكن انا ايه، راكب ايه، وراكن فين. عارف في مشكله بتخسر السيلز الاكسبيرينس، ايه هي؟ انه حاسس انه بقى اكسبيرينس، فبقى بيحكم على العميل من قبل ما يقعد معاه عن طريق تجاربه السابقه، دي بتغرقه.